وانا وسامة خلاص بقينا زينا برمضان. ما بقاش عندنا كسوف ولا خشة من بعض صح. ولا عادي هنفك ونقول ونهزر. بنتعامل عادي. والعيال دي ولادنا، طه وفؤاد دول اللي هو حسن وعمر. أيوة. دول ولادنا وبنتعامل عادي في البيت بقى كأن احنا أسرة بجد. وده اللي عامل الجو وعامل النجاح ده. يعني احنا في حاجة معمولة كده، هي نافحة طبعا ربنا، ان هو حالة التواصل وحالة ان كل واحد بيعمل اللي عليه. احنا كلنا عايزين العمل ده. صح. حبيتوا العمل وعايزين تدوله فيه بقى على قد ما تقدروا. واللي واقفين بيصوروك واللي واقفين بيعملوا في الإضاءة، كل الناس دي حبة في حالة بهجة طول الوقت. انت ما بتعمل حاجة كأنك على المسرح، انت بتشوف رد فعله على أحمد عبد العزيز مثلا وهو بيصور. صح. او على جندي. لا ما عندوش جندي، ما بيديش رد فعل. لا جندي بيعمل ما جندي بيديش رد فعل تماما. بس انا بعرف بقى انه عجبه. اوكي. يعني ما يقول لك ايه خلاص تمام. ويقعد يركز. طب الاولاد والعيله ايه يعني ربنا يخليهم لك، حضروا النقله وحضروا يعني هنا خصوصا الكبار طبعا. هو طبعا الصغير ده عايش على وش الفته دلوقتي طبعا، شاف الدنيا حلوت. ده جايه في اللذاذه. هل هم بقى في الفتره دي يعني حد فيهم عايز يمثل؟ حد فيهم فكر عايز هم كلهم عايزين يمثلوا؟ مش يمثلوا يعني، هم اشتغلوا في الشغل. يعني ياسين بيدرس في الأكاديمية. اوكي. في سنة تانية في معهد اسمه معهد الفن الشعبي، في قسم اسمه فنون الأداء. اوكي. بيدرسوا كل اللي بيدرسوه في فنون مسرحية، بالإضافة للعادات والتقاليد والحاجات اللي زي كده. وريم خلصت خلصت تربية نوعية قسم إعلام مسرح. اوكي. بس ده كان هيبقى التخصص مسرح مدرسي وبتاع، بس هي برضه عايزة إعلام. اوكي. ومؤمن بقى اشتغل يعني. جندي خده في الجزء الاولاني معانا، في الجزء الثاني في موضوع عائلي. هو جندي متبني يعني. حلو. ده جندي خد العيله ظبطها. والله جندي ده امر. في سؤال تحب تساله لي انت؟ انت بقيت قمر بعد ما خسيت. والله يبارك، انت اللي قمر والله. لو عايز تسالني سؤال انت بقى قول من خلال معرفتك بيا او فرجك عليا تصنفني في انهي منطقه. انا منطقه الكوميدي برضو يعني. انا مش هخرج بره جندي كتير لان انا بحب المنطقه دي طبعا. لا بس انت راجل جميل والله العظيم يعني. لا انت تعمل كوميدي وتعمل طبعا حاجات غير كوميدي، بس انا قصدي اصل هو نادرا لما تلاقي حد بيفهم في الضحك وبيعرف يعمل ضحك في عامة، بعيد عن سن كبير او سن صغير، لان دي صعبه قوي. مفيش حد يعرف يضحك. دي انا بشوفها انها اصعب حاجه في الشغلانه يعني. فكره انك تضحك الناس، وزي ما انت بتقول انك تشوف فكره الناس تبتسم، دي مش سهله خالص. هو طبعا فكره الكوميديا دي في ناس بتتوسم في نفسها ان هي لذيذه صح. مفيش يعني. حتى كمان ناس نجوم كوميديا، بس انت عملت الكاركتر وبتعمله تاني، فانت زي ما كنت قلت لي نكته وبتقولها لي تاني. صح. ما خلاص ضحكت انا على ده قبل كده. صح. ما انا شفت ده قبل كده. مالك؟ في ناس بتتخيل ان انا بتعرف برضه تاني هيضحك تاني. لا ما خلاص. لا خلاص النكته بتخلص. ولازم الجديه في الكوميديا، ما ينفعش انك انت تبقى والموقف. والمفاجاه. صح. انك تفاجئ الجمهور فتضحك. انما انت هتقول لهم انا هضحك، لا مش هيضحك. خلاص بقى مش هضحك. فهي فكره ان انت تبقى يعني. انا كل الحاجات اللي انا في رمضان دي كان بيقولها منتهى جدا.